يا هلا بمبدئيا معاكم هبة. النهاردة هاخدكم في جولة في المركز الثقافي الأندونيسي. المركز موجود في الدقي، يعني بين الدقي وبين محطة البحوث. هناك أنا وصلت متأخر شوية فلحقت العرض ده اسمه بانجاكسيلات، اللي هي لعبة قتالية أندونيسية فيها عروض مختلفة جدا، سواء باستخدام بس مجرد الإيد والرجل أو باستخدام حاجة زي خناجر كده. كمان في عروض بتقضية المراوح. كان في عروض كتير مختلفة صورتها كلها، بس طبعا عشان الفيديو ما يطولش فانا سرعت بدل حاجات وشلت الباقي. دي الصورة الجماعية بتاعة اللاعبين. كنت قاعدة ورا بقى، في حاجات عرفت اصورها على قد ما اقدر كويس مع كل الناس اللي عملوا عروض، وفي نفس الوقت كنا عاملين مسابقة بيسألوا على حاجات على اندونيسيا، والناس اللي جاوبت خدوا هدايا وتصوروا برضو. بعد كده بدأنا نتقسم على الفصول اللي عندهم، بحيث كان في مجموعة ورش. في الأول في البداية كان كل فرد ليه ورشتين، لكن بعد كده قالوا إن احنا نقدر نحضر كل الورش. أول ورشة كانت عن اللغة، ودي كانت حاجة ممتعة جدا. أولا عرفت إن اللغة ما فيهاش قواعد كتير زي الكوري والإنجليزي. أخدنا الحروف قريبة من الإنجليزي بس النطق بتاعها مختلف، واخدنا تكوين بعض الكلمات وبعض الأرقام. بعد كده دخلنا على ورشة التلوين، كان في لبس الزي الأندونيسي. أنا استخدمت هنا ألوان باستل ولونت الزي ده. بعد كده كان في رسم على الفخار. طبعا الفخار كان فاتح قوي باللون البيج، فانا اديته طبقة ابيض عشان الرسمة تبان عليه. بدأنا نرسم. تالت ورشة كانت عمل تاج اللي هو بالرموز الأندونيسية، وهنا البنوتة كانت بتشرح لنا شكل التاج في النهاية المفروض يبقى عامل ازاي، واحنا هنطبق عليه بالادوات اللي هم هيدوها لنا. كل حاجة كانت هم موفرينها، واحنا بس بنطبق الحاجة اللي بيعلموها لنا، وده كان شكل التاج النهائي. كمان كان في ورشة خرز. كانت كل الورش ممتعة، وكان يوم ثقافي جميل. اتعرفت على ثقافة مختلفة، من أول اللغة لحد الأزياء بتاعتهم، لحد كمان ايه هي علامات الثقافية بتاعتهم. ودي كانت كل حاجة أنا عملتها. وهاخدكوا بقى في جولة في الملابس التقليدية الخاصة بيهم، وكمان التيجان اللي بيلبسوها والرموز الثقافية الخاصة بأندونيسيا. زي ما انتوا شايفين هنا التطريز بتاعهم مميز جدا. اللي عارفني عارف ان انا بحب التطريز، بحب اشوف تطريز كل دولة مختلفة وايه هي العلامة المميزة بتاعتها. هنا لو لاحظتوا هنا ان كل الوانهم زاهية وجميلة جدا، معظمها اصفر احمر ازرق، كلها بتبقى لون جميل. وده كان يوم ثقافي ممتع في المركز الثقافي الاندونيسي. اتمنى الفيديو يعجبكم.